السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه للوصفه ديال اليوم عباره عن دجاج معمر بالشعريه الصينيه وبواحد التتبيله رائعه جدا كتخلي الدجاج ديالنا كيجي فتي وكيجي شهوه منه. اللي كانت مهتمه تبقى معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوف الطريقه والمقادير وفرجه ممتعه. معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال الابزار، 2 معالق صغار ديال سكينجبير، وغادي نضيفو واحد المعلقه صغيره ديال زريعه القزبور. غادي نضيفو 2 معالق كبار ديال لا موطارد. صدقوني الدجاج ديالنا كيجي زوين بزاف بهاد التتبيله هذه، كنتمنى انها ترجع عندكم معتمده. كما شفتوا هنايا راني غادي نضيف واحد شويه ديال التحميره، واحد معلقه صغيره ديال التحميره. بالنسبه للثوم انا درت 3 ديال الفصوص ديال الثومه، راه كانت البنات انا عندي في المجمد، يعني كانت جامده كتبقى مزيان الصراحه، كنحتفظ بها في المجمد. هنا درت 2 معالق كبار ديال الحامض، وغادي نضيف واحد الكميه ديال الماء اللي هي تقريبا ربع كاس ديال الماء صافي. وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نخلط الكل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. وغادي نجيب الدجاج اللي سبق لي وغسلته ومرقداه يعني بالماء والملحه والحامض، يعني ما محتاجاش نهائيا نضيف الملحه. كيف ما شفتوا معايا راني ما درت حتى شويه ديال الملحه، لان فعلا انا عارفه بان الدجاج عندي هو هذاك. فاذا كنتي ما ملحاش الدجاج ديالك مزيان، ما عليك غير ضيفي في هذه التتبيله هذه، تضيفي حتى الملحه. كيف ما شفتوا معايا كنحاول ما امكن ان ديك التتبيله ندخلها هكا في الدجاج مزيان. بالنسبه للصدر ديال الدجاج ضروري البنات انكم تشكوه هكا بشي سكين باش تدخل ديك التشرميله مزيان للدجاج ديالنا هكا، باش حتى داك الصدر كيجي رطب وما كيجيش يابس. يعني راه كنعرفوا الصدر شويه كيكون قاصح، ولكن الا درتيو له هاد التتبيله هذه وتقبتيوه هكا صدقوني كيجي فتي زوين، كيشهي ما شاء الله. صافي دابا غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي وغادي نغطيه وغادي نخليه ليله كامله. من الاحسن انكم توجدوا هاد المرحله هذه يعني في الليل، ومن لا ليه ان شاء الله طيبوه. ومن بعد مرور ليله كامله غادي نحضروا مع بعضياتنا الحشوه ديال الدجاج. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا لها الشعريه الصينيه اللي كلنا عارفين كيفاش كتحضر، يعني درتها في الماء طايب ومن بعد خليتها واحد شويه حتى ارتبط وقطعتها قطع صغيره. ومن بعد غادي نضيف لها التوابل التاليه. ضفت لها شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السكينجبير، وهنا درت لها واحد 2 ديال الفصوص ديال الثومه. وغادي نضيف لها المعدنوس والقزبور. هنا واحد معلقه ديال الحامض، ودرت لها مليحه كيف ما شفتوا معايا. وغادي نضيف لها الصوجا، لاصوص ديال الصوجا حتى هي كتعطيها واحد البنه خطيره جدا. وهنا غادي نضيف واحد الكميه ديال الفطر المعلب اللي مقطع هكا قطع صغيره، والزيتون اللي حتى هو مقطع قطع صغيره، وضفت لها واحد شويه ديال الزيت. ومن بعد اللي عنده البنات الهريسه ممكن يضيفها، انا الصراحه ما متوفراش عندي وضفت غير هاد السودانيه هذه اللي عاديه وصافي. اللي عنده الهريسه يضيف الهريسه كتجي احسن في المذاق. ودابا ان شاء الله غادي نمروا باش غادي نعمروا الدجاج ديالنا. هنا كل دجاجه غادي ندير فيها واحد الكميه ديال داك الشعريه، ومن بعد غادي نشدها بهاد العويدات هادو البنات. وكما كتشوفوا الدجاج الصراحه ديال هنا انا ما كيجيش بحال ديال المغرب، يعني مقاد وداك الشيء راه في هذيك الكرش كيقطعوها يعني بواحد الشكل، يعني في شكل المهم ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم. المهم ما كيجيش بحال ديال المغرب مقاد ومتول، ولكن هادشي اللي كاين هنايا، هادشي اللي عندنا. صافي من بعد ما غادي نعمرها غادي نديرها هكا في واحد القالب اللي غادي يدخل للفران، وغادي نعمر حتى الثانيه. وغادي ندير لها نفس الشيء يعني اللي درت لهاد الدجاجه هذه. غادي ندير لها حتى الدجاجه كما شفتيوها البنات، والله هكا جات ماشي انا اللي زعما قطعتها ولا شي حاجه، ولكن هكا تشرات. ف ما عندنا ما نديرو، هادشي اللي كاين. صافي غادي نحاول واخا هكا كنشدوها بدوك العويدات راه كتشد وكتقاد البنات، يعني ماشيش مشكل. يعني المهم في التالي راه المنظر ديالها كيجي زوين. صافي ومن بعد غادي نديروها في الفران كيف ما غادي تشوفوا معايا. الطريقه جات سهله، وصدقوني هاد الدجاج هذا كيجي بنين بزاف. فكنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه وتستمتعوا به.
وهنا غادي نضيف هذيك التتبيله اللي بقات هكا على الدجاج. وبالنسبه للماء راه ما غادي نضيفو حتى شي شويه ديال الماء، فقط هذاك الماء اللي خلطنا به التتبيله في الاول صافي كتكون كافيه. هنا غادي نجيبو هكا غادي نغطيوه مزيان، بالحق ضروري هاد المرحله هذه انكم تغطيوه مزيان. هنا جبت واحد ورق ديال الزبده ودرتو هكا من فوق الدجاج مباشره، وغادي نحاول ما امكن انني نغطيه مزيان. ومن بعد ما غادي نغطيه بورق الزبده هو الاول، غادي نجيبو ورق القصدير وغادي نديرو هكا من الفوق، وغادي نحاولوا ما امكن اننا نغطيوه مزيان هكا باش داك البخار اللي غادي داك الماء اللي كيطلق الدجاج يعني ما يتبخرناش هكا في الفران ويطيب على خاطرو كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نديرو في الفران اللي مسخنه على 150 درجه صافي، وغادي نخليه يطيب على المهل تقريبا البنات واحد ساعتين، لان كما شتيو كما قلت لكم راه طيبته على 150 درجه. وكما غادي تشوفوا معايا يعني داك ما كنحتاجوش نضيفوا له الماء، وكيجي هو هذاك يعني الطياب ديالو على حقه وطريقه، غير عطيوه الوقت ديالو الكافي وكيجي بنين بزاف. صدقوني غير غادي تجربوا هاد الطريقه غادي ترجع عندكم معتمده. وكيف ما كتشوفوا معايا الدجاج كيطلق الماء ديالو، من بعد غادي نصفيه وغادي غادي ندهنوه بالزبده وغادي نديروه في الفران يتحمر. وهنا كانت بقات لي الحشوه، يعني بقات لي الخيره ديال الحشوه فما غاديش نضيعها. درت زدت عليها واحد شويه ديال الكفته وغادي نديرو هكا سيجار. كيف ما شفتوا هنايا راه صاحبتي كانت جات ومسكينه ديريكت للكوزينه. والله الا عرفتي ملي كتجي مسكينه دائما فاش كتجي عندي، ملي كتجي وهي كتساعد فيا، شكرا بغيت نشكرها كنقول لها شكرا بزاف. صافي غادي نديرو هاد السيجار هذا، ومن بعد غادي نمرو باش غادي نقليوهم. الصراحه كيجيو هكا مقليين زوينين وما كيجيوش شاربين الزيت في نفس الوقت. وهنا بديت كنقلي في السيجار يعني في واحد المقلاة درت واحد شويه ديال الزيت، ومن بعد بديت كنقليهم كيف ما كتشوفوا معايا. سمحوا لي في هذا الفيديو هذا ما صورت لكمش بزاف ديال المراحل على ود ماشيش على شي حاجه، ولكن لاكارت ميموار صافي عمرات ما شاء الله بزاف ديال المراحل، فبالتالي لاكارت ميموار عمرات لي ما قدرتش بقيت شي حاجات اللي شفتهم ماشيش مهمين يعني ما صورتهمش. صافي هنايا البنات الطبله ديالنا وجدات. كيف ما شفتوا الدجاج صافي دخلته للفران تحمر، ومن بعد خرجته رافقته بخضر اللي حتى هما يعني دخلتهم حتى هما للفران، خيزو بطاطا والبروكولي صراحه كيجيو واعرين. المهم إلا بغيتو الوصفة ديالهم بالنسبة للبطاطا راني ديجا كنت شاركتها شحال هادي في القناة ديالي، يعني الوصفة ديال البطاطا في الفرن راني ديجا مشاركاها في القناة، فاللي كانت مهتمة ترجع يعني الفيديوهات اللي عندي وتشاهدوا. صافي كانت هذه هي الوصفة ديالي. رافقت داك السيجار درتو هكا في الجنب ديال الصحن، ودرت واحد شويه ديال الزعلوك شويه ديال الشلاضه ديال الخس ومطيشه، ومهم ديك الشليضه المتواضعه. وصافي كانت هذه هي الطبله ديالنا. كنتمنى من كل قلبي ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وبسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تبارك الله عليك اختي، هادشي غزال ما شاء الله، الله يعطيك الصحه.